احنا دلوقتي معاكم في قصر محمد علي باشا بالمنيل، ودلوقتي احنا قدام سراي الإقامة. وسراي الإقامة كما هو واضح وفي هذه اللوحة الجدارية التي أنشئت في عهد محمد علي، وفيما يخص ما هو مكتوب بأنها من أقدم المباني التي شيدت بهذا القصر، وتحديدا تاريخ بنائها يعود إلى عام 1903. يعني كما هو واضح احنا هنصعد مع حضراتكم الدرج لنتابع ما هو متواجد داخل هذا القصر وما فيه من إبداع، وهذه الزخارف والفسيفساء البارزة تحديدا كما هو واضح أمام حضراتكم، وفيها الكثير من الإبداع من الأرضية والحوائط وحتى الأسقف. نحن هنا في سراي الإقامة في قصر محمد علي، وكما يتضح أمام حضراتكم بتكوين وزخارف متعددة يعني تنبئ عن أن يعني هذا هو تاريخ، جزء من تاريخ مصر وما فيه من إبداع. ويعني تحديدا هذه حجرة الشكمة أو الجلسة أو القعدة، يطلقون عليها القعدة العربي المتواجدة في هذا المكان، وهي كلمة تحديدا كلمة تركية. والزخارف كما يتضح أمام حضراتكم بهذا الإبداع وهذا التألق النادر الوجود. لازلنا داخل القصر ونتجول داخل الغرف المتواجدة، وعلى ما يبدو بأننا لن نمل من استعراض ما هو متواجد أمامنا. يعني على سبيل المثال أمامنا حجرة السيدات أو حجرة الحريم كما يطلقون عليها وما فيها، ولفت للنظر أن بها 4 أريكات بمعدل 4 زوجات. هذا للرأي، هذا هو تمثال مجسم محمد علي، وهذه صور جدارية لأجداده محمد خان الرابع والثاني، محمد مصطفى خان الثالث، وغيرهم من الأسرة العلوية. أيضا هذا هو سليم خان الثالث وغيره من أجداده المتواجدين. ونستكمل الجولة هنا في هذه الجلسات العربية المتواجدة من زخارف جدارية وأرائك سبقت بها الكثير من العصور. أتصور من هذا هو المزجية، على أن ربما يكون ماركوني أول من قدم بالمزجية، ربما يأتي به هنا إلى القاهرة. هذه هي يعني الحجرة العربية وما فيها من جلود وفسيفساء وزخارف ومجسمات لأحصنة عربية وغيرها من الإبداع المتواجد في هذه الحجرة تحديدا. لازلنا داخل القصر ونتجول مع حضراتكم وما هو موجود. هذا هو الدور العلوي فيه وما فيه من زخارف، وهو هذا المبنى مبني على دورين تحديدا، وكما يتضح أمام حضراتكم بمثل هذه الزخارف وهذا الإبداع يعني الفريد نادرا ما يتواجد. هذا هو السلطان سليم الثاني لمن لم يعرفه، وأحمد جان وغيره من أفراد الأسرة العلوية. لازلنا داخل القصر ونتابع داخل جنباته. هذه هي الأرضية، نافورة في المنتصف، يعني حوائط مزينة، وكذلك أدوار علوية فيها الكثير من الإبداع المصري القديم. لازلنا داخل هذا القصر ونتابع مع حضراتكم. يعني هذا على سبيل المثال هو الدرج أو السلم الذي كان متواجدا. هذه الزخارف المتواجدة فيه سواء كان فسيفساء أو زخارف أو رخام وأشياء من هذا القبيل. وعلى سبيل المثال هذه هي حجرة الطعام المتواجدة داخل القصر، تتوسطه هذه الصينية على ترابيزة السفرة بهذا الإبداع، شمعدان في النهاية كما يتضح أمام حضراتكم. هذا هو سقف حجرة الطعام، وهذا هو تركيبها داخل قصر محمد علي بالمنيل. لازلنا داخل جنبات هذا القصر وهذا الإبداع والتميز يعني الذي أبدعه المصري القديم أو المصري في العصور الوسطى تحديدا. هنا في صالون الصدف، يعني محمد علي باني الدولة الحديثة. هذه الأصداف المتواجدة بإبداع منقطع النظير وأرائك ومشغولات يدوية
متنوعة. ونختتم بحجرة المدفأة، وأتصور ب يعني أن هذا القصر المتواجد على بضعة أفدنة وربع المساحة عبارة عن مباني. هذه حجرة المدفأة، وهذه هي المدفأة القديمة التي كانت يعني تستخدم لتدفئة هذا المكان. وهذه هي الزخارف المتواجدة. نحن معكم من داخل سراي الإقامة في قصر محمد علي في المنيل. هذه هي اللوحة المتواجدة على أحد السلالم لإبداع مصري في العصور الحديث أو العصر الحديث تحديدا. بني هذا القصر عام 1903 بهذا الإبداع المتواجد أمام حضراتكم. يعني صور أتمنى يعني أن نشرف بزيارتها ومتابعة هذا الجمال المتواجد داخل أرض مصر.